الجزائر تحط رجل في المونديال ومع بيتكوفيتش ولينا افضل منتخب في افريقيا. وحمايس حابين نعت لك المستوى العالي اللي وصلوا المنتخب تاعنا. المنتخب تاع موزمبيق دخل غالق اللاعب في وسط الميدان، متكتل في المنطقه تاعو بزوج خطوط دفاعيه، ما كان عندنا حتى حل الدخول بالكره من وسط الميدان، ودي هي الحاجه اللي قرا لها حسابها بيتكوفيتش. فرج لي يا صحيبي هنا مع رياض محرز اللي عمل دومي تور من لابيل دوبال في ظهر الخط الدفاعي اللي كان متقدم ومخلي مساحات كبيره في ظهره، وماندي المايسترو يضرب الخطوط الدفاعيه المنتخب الخصم. تمريره اسطوريه في المساحه اللي في ظهره، رياض محرز بكنترول اسطوري يقرا الخط الدفاعي تاع موزمبيق. وهنا صحيبي تدخل الخبره تاع رياض محرز، عمل تثبيت لهاد زوز مدافعين وشاف بلي عماره دخل بالسرعه القصوى وعمل لابيل دوبال في هذه المنطقه. ركز لي بيان صحيبي هنا مع رياض محرز التايمينغ المناسب اللي داروا في خروج الكره من رجله، جوست ما وصل عماره قبل خط التسلل به رياض محرز سي بلاصيس، عماره خرج وحده وب حطها له في الجول. تشوف لي هنا مع ايت نوري اللي كان حاكم البالون، ركز لي مع حجام اللي دخل في الخط يعمل في لابيل دوبال ويجبد مع هذا اللاعب فرغ وسط الميدان لايت نوري يدخل في هذه المساحه اللي صنعها حجام. فرج لي هنا مع الخدمه تاع بيتكوفيتش اللي خلى بالليل حجام وشيبي يعملوا طلب للكره، يجبدوا معاهم تركيز كل المدافعين. وتجي هنا الخدمه تاع عماره اللي كان ديما يتمركز في الزاويه العمياء تاع المدافعين، وحده خارج الرقابه الدفاعيه يطلب في الكره غير البالون ويجبد مع الكارديا بتير ما يفهم فيه والو. عماره هو الجوكر تاع بيتكوفيتش في المنتخب الجزائري. اللقطه دي نشوفوا بلي المنتخب تاع موزمبيق عامل تكتل منخفض، ناجي الخدمه تاع بيتكوفيتش اللي فتح الملعب وخلى ايت نوري يتمركز في هذه المنطقه، لا يعمل تثبيت لهذا اللاعب، حاجه اللي خلات عماره يتحرر ويخرج من رقابه دفاعيه، يتحرك في المساحه اللي في ظهر اللاعبين، وماندي المايسترو كالعاده يسير له باس اسطوري في ظهر المدافعين، خرج وحده امام المرمى. صح الفينيش ما كانش كما يلزم الحال. النهج التكتيكي هنا ونشوفوا عده لاعبين من المنتخب الجزائري يعملوا سحب للاعبين تاع المنتخب الموزمبيقي في هذا الاتجاه، والجوكر تاعنا عماره كالعاده يتمركز في الزاويه العاميه تاع المدافعين يعمل لابيل في هذه المساحه. رياض محرز كالعاده يسير له البالون، بصح الكارديان هنا قرا اللعبه قبل ما تصل. كيف عماره يخرج من رقابه دفاعيه يتمركز في الزاويه العمياء، جيست مع يكونترولي البالون تبدا الخدمه تاع شيبي وقوي في طلب الكره في هذه المساحات وسحب كل المدافعين في هذا الاتجاه، الحاجه اللي حتخلي مساحات كبيره في ظهر المدافعين يدخل فيها حجام ويعمل طلب في هذيك المساحه، وعماره ينفذ الخطه باحكام البالون في الدوزيام بوطو وجبد معاه بدماغ. بلا ما نساو الخدمه تاع قويري في الضغط العالي اللي كان يعمل فيها على المنتخب الموزمبيقي، حاجه اللي حتخلي المنتخب الخصم مشتت ويلقى صعوبه كبيره في الخروج بالكره. بصح شايبي صحيبي وش قد داير في اللقطه دي يعني خو كيف بيتكوفيتش يعتمد على الضغط العكسي بعد فقدان الكره، طلع الضغط العكسي تاع المنتخب الجزائري وغلق كل زوايا تمرير على المنتخب الخصم، استخلاص الكره في مناطق الخصم وتحويلها الاهداف بكل سهوله. ودي يا صحيبي شويه من اللقطات اللي شفناها من البارح، وعبالي بلي نسيت بوداوي ما حكيتش عليه في وسط الميدان مع قندوسي، وشفنا المنتخب تاعنا لقى ثنائيه اسطوريه في وسط الميدان قندوسي مع بوداوي، شفنا المنتخب في وسط الميدان بدا يتنفس ويرجع للمستوى العالي اللي كان فيه قبل. حسب رايك انت شكون هو الجوار اللي صمر بلاصتو مع المنتخب وما بقاش يخرج من التشكيله الاساسيه؟ خلي لي رايك في الكومنتار وما تنساش تصلي على محمد.